بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام بنات. مرحبا بكم معايا في مطبخ وتدابير نجم الدين. اليوم جبت لكم وصفة أصابع الدجاج محشية بالجبن، وصفة تستحق التجربة. نروح دركا لطريقة التحضير. أول حاجة أنا جبت سكالوب، قطعت معاه البصلة، ثوم، شوية معدنوس، شوية دبشة، التوابل درت الكركم، زنجبيل، فلفل أسود، كزبر، فلفل أحمر. راح نميكسيهم كامل في الخلاط الكهربائي. من جهة رحت جبت المرميطة ولا كوكوطة اللي راح تديروا فيها. راح نبدا بلا صوص. هي الاولى درت 2 ملاعق زيت، ملعقة زبدة، ووحدة بصلة كنت ميكسيتها مع معدنوس والثوم. التوابل درت مغرف كزبر، فلفل اسود، ملح وزنجبيل. اكيد وين راح يكون الدجاج راح يكون الزنجبيل حاضر معاه. حطيتها تتقلى. بعد ما تقلات لي البصلة راح نجيب ماء سخون ونمرقها. هنايا انا نقليها على نار ناقصه خلاص. كي نمرقها نقوي لها في النار ونخليها تغلي. من جهه واحده اخرى كنت حطيت الزيتون تاعي يغلي باش تنحالو هذوك الملوحه. بعد ما خثارت لي لاصوص نتاعي، رحت ضفت لها ذاك الزيتون وخليته غلا فيها 10 دقائق. من بعد رحت جبت لا كريم فريش. اللي عندها غير كريم فريش دير كريم فريش، واللي عندها فرماج تميكسي فيه 2 فرماجات وتضيفوا لهذيك لاصوص. نخليها تزيد تعقد لي شويه واحد لمده 7 دقائق ونطفي عليها. لاصوص تاعي راه هي كي واجده. هنا بعد ما طفيت عليها انا نحكي لكم كيف اخترت لي لاصوص. وكل ما تبرد راه هي كي تزيد تختار وتعقد لي كثر. هنايا رحت راح نبدا نشكل في صبيعات الدجاج. هنا هذاك الخليط اللي كنت ميكسيته الاول راح نضيف له مغرف شابلور هنا باش ما يتحلش معايا الدجاج بعد ما نشكله. وجبت صحن ولا تجيبوا بلاطو ولا حطيت فيه كيس بلاستيكي، ودرت الفرماج في كيس حلواني ولا بوش. ونبدا نحط في هذاك الصحن اللي راح ندخلوه الكونجيلاتور. انا هنايا الشكل راح نديرو طولي، درتهم طوليا. اللي تبغي ديرهم دوائر ديرو مدور. هنايا بعد ما جمد لي الجبن رحت جبدته من الكونجيلاتور وبديت نشكل فيه. كما راكم تشوفون ندير شويه زيت في يدي وندير شويه زيت فوق البلان دو ترافاي. نحل هذيك القرصه ونبدا نحشيها بهذاك الفرماج ونغلق مليح. البنات هنايا واش راح نقولكم. انا يا درت عيني هي ميزاني وجاني الشكل كيف بعضاه. اللي باغيه الشكل يجيها قد بعضاه تخاف سما ما يخرج لهاش توزن كمية الدجاج نتاعها. مثلا ديري 20 غرام تروحي توزنيه كامل 20 غرام وتبداي تخدمي. انا درت عيني هي ميزاني كما راكم تشوفوا. ونحط فيه الفرماج ونقفل. هنا هذه التدبيرة تاع الفرماج انا درتها باش يساعدني. على بالك عندي فرماج طري راح يتعبني ويخرج لي من بعد كي نجي نقليه يخرج لي الحشوة هذيك. رحت درت هذه التدبيرة ساعدتني بزاف بزاف. نروح نكمل الكمية اللي عندي كامل. ومن بعد رحت جبت فرينة وخبز مرحي وبيض. نحطهم اول حاجة في الفرينة ومن بعد في البيض
ومن بعد نديرهم في لا شابلور. هنا البنات بعد ما كملت الاصابع تاعي اني حطيتهم في الكونجيلاتير مده نصف ساعه باش تجيني الخدمه سهله. اللي ما عندهاش الوقت تخدم بيهم ديراكت كما راكم تشوفوا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامل. في هذه الاثناء كنت حطيت الزيت تسخن. هنا راني كملت الكميه اللي عندي كامل وحطيت الزيت تاعي سخنت، راح نبدا نقلي فيهم. هنايا البنات الزيت ما ديروش بزاف، ما تكونش غزيره بزاف، على خاطر لو كانت ديروها بزاف غزيره راح يتحلوا لكم الاصابع تاعكم. والنار تكون متوسطه على خاطر الدجاج تاعنا راه موش طايب هكا باش يطيب ليه على حبه. ندير نار متوسطه ونقعد نقلب فيهم حتى يطيبوا معايا. هذه هي هنا جيت نعطيلكم من الحشو الداخل كيفاه جاني، شكل الاصابع كيفاه جا. البنات هنايا تقدروا حتى ديروا هذه الوصفه كامل وديروها على شكل رولي بودان كبير وتقصوه مرصوات. انا فضلت نديرو بهذه الطريقه، وكان عندي فرماج شرائح رحت قصيته طوليا وكنت درتهم بهذا الشكل وقدمتهم بهذا الشكل. وصفه بنينه وسهله ونتمنى انكم تجربوها. تقدروا حتى تديروها في عرضة ولا في أي مناسبة عندكم راح تحمروا بها وجوهكم. ما بقى لي دركا غير نقولكم سلام بنات، نتلاقاو إن شاء الله في وصفة أخرى إن شاء الله.